بزاف د الناس في رمضان كينقص ليهم التركيز. مثلا كتلقى راسك كتقرا جوج كلمات وصافي عينيك كيمشيو، وهذا الشيء بسبب الصيام والنعاس القليل والسكر اللي كناكلو بزاف. ولكن واخا تكون عيان ومخك كيبغي يرتاح، كاينين طرق اللي غادي تخليك تركز شويه اكتر. بزاف ديال الناس اول نهار في رمضان كيكونوا دايخين. علاش؟ حيت حبس السكر والكافيين مثلا فجأة. السكر كيعطيك الطاقه وهميه، وبعد شويه كينزل عليك بحال الكارثه. والكافيين تقدر تقول لك انا نعاونك، ولكن من بعد كيبدا يزيد في التوتر. الحل هو تنقص السكر قبل رمضان بشويه وما تاكلش بزاف ديال السكريات في السحور. المشكل الثاني هو النعاس. كاين اللي كيسهر حتى للسحور ومن بعد كيصبح ضيق في خدمته. الحل هو حاول تنعس 6 ل 7 سوايع متقطعين. ناخد قيلولة قصيرة مورا الظهر، وبدل ما نسهر في التليفون نخلي روتيني ثابت من ناحية النعاس. ثالث حاجة نحاول نقسم المهام ديالي. ما تحاولش دير كل شي دفعة واحدة. كاينين الناس اللي كيبغيو يقراو يخدموا يحفظوا القرآن، في الاخير ما كيلقاو راسهم مركزوا على حتى شي حاجة. نقسم المهام على النهار، مثلا 30 دقيقة تركيز بلا مشتتات، من بعد ناخد استراحة صغيرة. واهم حاجة في هذا رمضان خصني نقص من لي ريزو سوسيو. كلشي كيبغي يشوف الريلز، ولكن واش عارف بلي الدماغ ديالك كيتعود على هذا التشتت. كل مرة كتحل انستغرام ولا تيك توك كتعلم مخك انه يبقى قلق، يعني ستريسي. الحل هو نحدد واحد الوقت معين للسوشيال ميديا في رمضان، ونخليه وقت موجه للحوايج اللي تنفعك. ما تنساش ان رمضان فرصة باش نرتاحوا من المشتتات ونتعلموا نركزوا على الحوايج المهمة. رمضان مبارك لكم كاملين.